سؤال بتسأليه لنفسك دلوقتي، ليه هو بعد ما انا ضحيت وبعت ما امتلك وعطيته كتير من المشاعر وبنيته ووقفت جنبه ووقفت جنب عيلته ومطلعه بيت صحيح، اولاد سلام متفوقين، ليه سيبني؟ السؤال ده هتسأليه لنفسك، وانا جايه النهارده عشان ارد على كلمه ليه. وهقول لك الراجل ده هيحصل فيه ايه. ما هو انا عشت الكلام ده وعارفاه، يعني عن خبرتي عارفه هيحصل فيه ايه. اول حاجه الصدمه اللي انت بتاخديها في الراجل ده بعد عشره العمر، بعد ما بيسرق مشاعرك وفلوسك وحياتك وبيدمر الدنيا كلها، وبعد في الاخر هو اللي بيسيبك. لازم يحصل لك الصدمه دي. لازم انت عارفين الفراخ لما بنيجي نسويها كده ونحطها في حته سمنه فلاحي ونديها صدمه، لازم الصدمه دي تحصل لك، لانك والله العظيم انت ما كنتيش هتتحولي عن اللي انت فيه والعطاء اللي بتديه للراجل ده الا لما تتصدمي فيه الصدمه دي، وهو بنفسه هو اللي يسيبك. ليه بقى؟ لان الله يعلم واحنا ما نعلمش. ده ربنا عارف ان الشخص ده بالذات ناكر للجميل، منافق، هيقلب اصله معاكي، وربنا عالم انت نيتك ايه، وربنا عالم انت بتعملي ده بضمير. فانت ما كانش هينفع ان انت تبطلي اللي بتعمليه ده الا لما تتكسري. عرفتي ليه هو اللي سابك، وهو اللي غدر بيكي، وهو اخد كل حاجه منك، وبعد السنين دي والعمر دي هو اللي خان؟ لان ربنا مطلع عليه. فربنا بقى حكمته في ده هيعمل ايه؟ ربنا بحكمته وبعدله هيخلي الراجل ده هو اللي هيسيبك عشان تنصدمي، وعشان تاخدي الصدمه بتاعت الفراخ لما بنيجي نصدمها كده شك على طول بيحولها من لون للون تاني، لازم تتصدمي. عرفتي اول ليه هو سابك ليه؟ تاني حاجه، هو احنا مش لما بنعمل الفرخه زي ما بقول لكم كده في السمنه الفلاحي كده ونديها الصدمه دي بتتوجع؟ والله العظيم انت لولاش انك اتوجعتي الوجع ده ما كنتش هتبطلي. مش سلامه النيه، احنا هنفضل زي ما احنا سلام النيه، وهنفضل زي ما احنا بنعامل الناس بالحسنى، بس احنا كانت نقطه تحول عندنا ان احنا اتوجعنا. لما اتوجعنا خدنا خبره وعرفنا وتعلمنا. انا دلوقتي غاده قبل الوجع، انت هتبقي غاده تانية قبل الوجع، وغاده دلوقتي تانية بعد الوجع خالص. هتتحولي انك تفهمي البشر، هتكوني عندك خبره بيهم، هتفهمي مين يستحق واديله ومين لا يستحق، وده غدار. احنا هنتعلم. عرفتي ليه؟ عشان هنتعلم. المرحله اللي جايه اقولك عليها بقى اللي بعد كده، بعد ما انت اتصدمتي وعرفتي وتعلمتي، في حاجه حلوه بقى حصلت لي انا شخصيا. يعني عارفين انا ايه؟ انا كنت غاده بصلي وبصوم بزكي، يعني على لو كان عليا زكاه ساعتها كنت بزكي، كنت بتصدق، كنت بعمل اللي اقدر عليه. بعد الصدمه اللي اخدتها بقيت كل حاجه في الدنيا وعلاقاتي كلها في الدنيا كوم، وعلاقتي بربنا بقت في حته تانية خالص. انا بقيت غاده تانية خالص. غاده اللي كانت بتقوم تصلي الفرض بتاعها، ما فيش فاهمين الاحساس، فاهمين اللذه في كل حاجه بعملها اللي فيها علاقه مع ربنا. والله العظيم انا كنت قبل الصدمه اللي انا اخدتها دي كنت عادي، الحمد لله. ناس كتير بتحمد الله. دلوقتي كلمه الحمد لله بتطلع مني صادقه. او انا كنت صادقه قبل كده، لكن في مشاعر كده فيكي هتتحول، مشاعر فيكي في علاقتك بربنا. انا يا جماعه ماشي كنت بقوم اصلي ركعتين ساعات، نصلي التراويح، نصلي قيام الليل. دلوقتي هل انت بتصلي زي الاول؟ هل سجدتك زي الاول؟ هل استشعار قربك من الله زي الاول؟ لا 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 لا، انت بقيتي غدا تانية، انت بقيتي في حته تانية. هو ده ليه؟
ليه حصل لك كده؟ بقيتي تتمني وتتلذذي في القرب من الله. فهمتي معنى ايه ان انت تبقي قاعده كده في حالك كده وفجاه تقولي يا سبحان الله، بقى ده ترتيبك يا رب؟ بقى انا كنت قبل الصدمه دي في حته تانية كده، وانا دلوقتي في حته عاليه قوي. يا سبحان الله. دي ليه من الليهات اللي انت هجاوبك عليها، قربك من الله. في ليه كمان هتعرفيها لما تبقي قاعده في الدنيا زي كده وعامله كده كده وسرحانه كده وحاسه ان انت ليكي مقعد عند ربنا في الجنه، حاسه ان انت من المبتلين اللي ربنا فاكرهم في الدنيا فاختارك معاه تكوني في الجنه، حاسه ان انت من المظلومين. ما هي الدنيا دي احنا جايينها دار ابتلاء، اتعرضت علينا الدنيا دي واحنا خلاص فلاش باك بقى، احنا قاعدين بنشوف اللي ربنا عرضه علينا واخترناه. احنا في حاجات كتيره اخترناها، اخترنا الطريق. ربنا قال هديناه النجدين، اختار بقى، اختار، يا تختار شر يا تختار خير. احنا قاعدين في حالنا فابتلينا برجاله ثبتنا او خانتنا ايا كان في وضعك ده. فانت بتقولي ليه؟ عشان هو ده اختيارك. انت اختاريتي ان انت تكوني من المبتلين، اختاريتي تكوني من الراضين بقضاء الله وقدره، ما رفضتيش الابتلاء اللي انت كنت فيه. فانت عارفه ان كل ظالم نهايته دي قصه معروفه يعني. كل حاجه في الدنيا الخير هو اللي بينتصر والشر هو ما بينتصرش. الظلم هو ايه اللي ما بيبقاش، والظالم ربنا بياخد حقنا منه. فانت خلاص اخترتي الطريق بتاع الخير، اخترتي الرضا بقضاء الله وقدره، عشتي طعم للدنيا تاني ان الدنيا دي دار ابتلاء. فاحنا لو داخلين في الدنيا من باب هنطلع منها من الباب التاني، طالعين على الجنة. عرفتي ليه انت حصل فيكي كده؟ طيب بالنسبه بقى ايه، احنا خلاص عرفنا بقى احنا ليه حصل فينا كده. ربنا بيحبنا واختارنا وابتلانا، واحنا راضينا بقضاء الله وقدره، واحنا عرفنا جنتنا خلاص. هنقعد بقى صابرين ومحتسبين، وانا لله وانا اليه راجعون. طيب الشخص بقى اللي حصل فيه معاكي كده هيحصل فيه والله الذي لا اله الا هو. زي ما انتي كنتي بتقولي ليه للغدر والخيانة، الشخص ده هيقول ليه، هياخد احلى ما فيكي دي لحد تاني، والحد تاني ده هيحصل نفس الكلام. كرسيين اهو هيتبدلوا، انتي اتغدر بيكي هيروح يقعد هتقومي من على الكرسي وتنتصري وتمشي وتروحي لحال سبيلك وتشوفي دنياتك وتشوفي العوض في اولاد في مال في زوج. هيحصل، هتتبدل الكراسي، هو بقى هيقعد. ولازم والله الذي لا اله الا هو اقسم لك لازم يقعد يقول ليه، لانه هو غدر وعطى لحد ما يستحقش. بس ليه بتاعته دي هتكون نهايتها نار، الدرك الاسفل من النار. المنافق اللي بيعاقب بيته وبيعاقب اهله، المنافقين النرجسيين في الدرك الاسفل من النار. اللي بتاعته هتترد في الدرك الاسفل من النار، اما ليه بتاعتنا بتترد بالجنه. الفيديو ده صدقه جاريه على روح بابا وجميع موتى المسلمين. انا اتعطلت شويه في الفيديوهات عشان كان عندي برد، ادعولي. انا غدا اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.